تخيل كده معايا رايح تشتري موبايل، لقيت البياع حط لك جهازين، اولهم السامسونج اي 56 والتاني كان الريلمي 14 برو بلس، وقال لك اختار. هتعمل انت ايه بقى في الموقف ده؟ انت حرفيا داخل في معركه. سامسونج بتلعب على الثقه والاسم، وريلمي بتقول لك انا هديك مواصفات فلاج شيب باقل سعر. وعشان انت وانا ما نحتارش كتير هنقارن بين كل حاجه، انهي كاميرا هتطلع لك صور احسن، وانهي معالج هيستحمل معاك الشغل والالعاب، وانهي بطاريه هتعيش معاك طول اليوم. وصدقني انا اتصدمت، ما طلعتش بالارقام خالص. فمن الاخر لو انت كملت الفيديو ده للاخر مش هتطلع غير وانت عارف هتختار ايه بالظبط. فمن غير ما نحرق وقت كتير في الكلام، لايكك الجميل وسبسكرايبك الرايق، ويلا بينا نبدا بالريلمي 14 برو بلس اللي بيجي بشكل جديد مختلف عن تصميم السنه اللي فاتت كتير. تحسه جاي من مركبه فضاء كده، بس الصراحه الشكل رايق جدا وتصميم الكاميرات متناسق. بيجي بخامات تصنيع من الازاز مع فريم من البلاستيك، وطبقه حمايه موجوده على الشاشه كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، عكس الاي 56 اللي بيجي بخامات تصنيع ارقى شويه. فريم من المعدن مع ظهر من الازاز، وعليه طبقه حمايه على الظهر وعلى الشاشه الكورنينج جوريلا جلاس فيكتس بلس. بس الاي 56 فيه شهاده مقاومه الميه الاي بي 67، دي بتضمن ان الجهاز يقدر ينزل تحت عمق متر لمده نص ساعه تحت الميه. اما الريلمي 14 برو بلس تحسه كان بيتخرج، اخد كل الشهادات معاه وهو طالع، الاي بي 66، الاي بي 69، الاي بي 68. عايز اقول لك ان هم بيقولوا ان الجهاز ده يقدر ينزل تحت عمق 2 متر لمده يومين، بس طبعا ايا كان انت ما تحطش جهازك في الميه تحت اي ظرف من الظروف غير لو انت اضطريت. هو كويس ان الشهاده دي معاك. فانا عايز اعرف منك دلوقتي، هل انت هتختار خامات التصنيع الارقى ولا هتكون متمسك بحته شهاده مقاومه الميه دي؟ انا عن اختيار انا الشخصي شهاده مقاومه الميه تفرق معايا جدا، بس بما ان شاشه الريلمي 14 برو بلس كيرف فده بيتهيألي هيخلي ناس كتير يبعدوا عنها. وعلى ذكر الشاشه، فشاشه السامسونج اي 56 بتيجي من نوع سوبر اموليد بحجم 6.7 انش، وكمان بتيجي بابعاد 1080 في 2340 بكسل بمعدل كثافه بكسلات 385 بكسل لكل انش. اما شاشه الريلمي بتيجي من نوع اوليد بحجم 6.83 انش، معنى كده ان هي اكبر من شاشه السامسونج شويه، بابعاد 1272 في 2800 بكسل بمعدل كثافه بكسلات 450 بكسل لكل انش. كثافه البكسلات في الريلمي 14 برو بلس حاجه ممتازه، مستوى فلاج شيب. كمان ابعاد الشاشه دي بنخلينا نقول عليها 1.5K، عكس الاي 56 اللي فول اتش دي بلس. انا عارف كلنا بنفكر في ايه دلوقتي، اكيد انت مش هتقارن شاشه من سامسونج بشاشه من ريلمي. انا فاهمك في النقطه دي. هو اي نعم الوان شاشه السامسونج متفوقه شويه عن شاشه الريلمي، بس يا جماعه في حاجات تانية بتفرق في امكانيات الشاشه. يعني عندك مثلا عدد كثافه البكسلات اللي اعلى بكتير من الاي 56، فهتحس انك بتتفرج على محتوى شارب اكتر. لو بتتفرج عليه بجوده عاليه هتحس ان هو واضح اكتر على الريلمي 14 برو بلس. كمان شاشه الريلمي فيها معدل فليكرنج اقل بسبب 3840 هرتز بتوع البي دبليو ام ديمينج، وزي ما هو واضح استحواذ الشاشه على الواجهه الاماميه للجهاز، وده طبعا الريلمي متفوقه فيه جامد. الشاشه يعتبر من غير بيزل نهائي، بس الحاجه اللي مش متفوقه فيها شاشه الريلمي هو السطوع. سطوعهم هما الاثنين جوه البيت في ظروف الاضاءه العاديه بيوصل ل 1200 نتس، اما تحت الشمس شاشه السامسونج بتوصل لحد 1900 نتس والريلمي 1500 نتس، والفرق ما بينهم في السطوع في النقطه دي واضح جدا. او بمناسبه البصمه اللي تحت الشاشه هي اسرع في الريلمي بحاجه بسيطه برضه. فانا لحد دلوقتي مش عارف احسن نقطه الشاشه. الوان سامسونج كويسه جدا، وكمان بتديك تحكمات في الالوان ما بين الفيفيت والستاندر مود، وانك تتحكم في كل لون لوحده. بس دقه شاشه الريلمي وكثافه البكسلات اللي فيه مخليني عاوز اختار الشاشه دي قوي. فانا هسيب الاختيار ليك. انا عارفك عايز مقارنه الكاميرات دلوقتي، بس عايزك تتقل شويه لان عايزين ناخد راحتنا فيها. تعال اما نتكلم دلوقتي عن نقطه مهمه برضه، وهي الاداء. الريلمي 14 برو بلس بيجي بمعالج من شركه كوالكوم، وهو السناب دراجون 7 اس جين 3، معالج بمعماريه تصنيع 4 نانومتر شفناه كتير قوي في الفئه المتوسطه، مع معالج رسومي ادرينو 810. المعالج اللي في الاي 56 هو الاكزينوس 1580، اتكلمنا عنه كتير، مع معالج رسومي اكس كليبس 540. والصراحه الاداء في النقطه دي كان رايح لصالح السامسونج بنسبه كبيره. هو الفرق ما بينهم على انطوتو مش كبير قوي، بيلعبوا في نفس الرينج تقريبا، بس حتى في المهام اليوميه واستخدام الالعاب كان السامسونج اي 56 سلس اكتر عن الريلمي 14 برو بلس، ده تقريبا في كل الظروف. ولما بتفاجئ الجهاز بحاجه معينه كده، لا بتلاقي ان السامسونج مستجيب اسرع، وده برضه مرتبط بنقطه السوفت وير، وانا لسه ما اتكلمتش عنها عشان هنحتاجها في حاجه قدام. كمان كان واضح ان الريلمي 14 برو بلس بيسخن اكتر عن الاي 56، والدروب فريمز اللي بتحصل فيه اكتر برضه عن الاي 56.
فنقطه الاداء انا هديها للاي 56. انت ازاي لحد دلوقتي بتتفرج ولسه ما عملتش لايك؟ انا مش فاهمك. انا عايز اكلمكم دلوقتي عن حاجه حلوه قوي، البطاريه. بص، البطاريه اللي في الاي 56 بسعه 5000 ملي امبير بقدره شحن 45 واط، اما البطاريه اللي موجوده في الريلمي 14 برو بلس سعتها 6000 ملي امبير بقدرة شحن 80 واط. فمن بره كده انت هتقول انا هدي نقطة البطارية للريلمي 14 برو بلس، بس لا، مش كل حاجة سرعة شحن وسعة البطارية. السوفت وير بيفرق في التجربة دي جدا. يعني على الرغم من ان سعة الاي 56 اقل، بس بيشطب شحنه ابطأ بكتير عن الريلمي 14 برو بلس، وده بيكون لسببين: المعالج ما بيسحبش طاقة بنفس استهلاك الطاقة اللي موجود في ال7 اس جين 3، وكمان واجهة سامسونج اللي بتتعلم من استخدامك وبتوفر في البطارية على حسب الاستخدام ده. وبما اننا جبنا سيرة السوفت وير، فتعالى ما اقول لك ان الجهازين بيجوا بنظام تشغيل اندرويد 15. الريلمي بيجي بواجهة ريلمي يو اي 6، وبيقول ان هو مدعوم ل2 من تحديثات الاندرويد و3 سنين من السكيورتي ابديت. اما السامسونج بيجي بواجهة وان يو اي 7، وسامسونج وعداك فيه ب6 سنين من تحديثات الاندرويد و6 سنين من السكيورتي ابديت. هل ده هيفرق معاك؟ انا عن نفسي يفرق معايا جدا سنين التحديثات دي. وما ننساش كمان ان واجهة سامسونج اسلس واجهة موجودة في كل موبايلات الاندرويد. واي نعم، واجهة ريلمي برضو سلسة جدا، بس برضو ما تتقارنش بعدد الفيتشرز اللي موجود في واجهة سامسونج. ما تقلقش بسبب حتة الاي اي دي، تقريبا كل مزايا اللي موجودة هنا موجودة برضو في الجهاز التاني، كتعديل على الصور والريكوردنج والسمري وكل حاجة نفسك فيها. الزيادة في السامسونج هي فيتشر اسمها الاي اي بيست فيس، ودي بتعدل وش اي حد مش مظبوط في الصورة. طيب ماشي، تعال نتكلم عن البعبع الكبير دلوقتي، الكاميرات. وركز قوي في السيت اب اللي موجود في الجهازين. الاي 56 بيجي بعدسة اساسية دقتها 50 ميجا بكسل مع مثبت بصر حقيقي او اي اس، وفتحة عدستها اف 1.8، وعدسة تانية 12 ميجا بكسل الترا وايد بفتحة عدسة اف 2.2، و5 ميجا بكسل للمايكرو. الريلمي 14 برو بلس بقى بيجي بعدسة اساسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة اف 1.8، وعدسة تانية دلوقتي مش موجودة في اي منافس تاني في الفئة المتوسطة، عدسة دقتها 50 ميجا بكسل بيريسكوبيك تيليفوتو، بتديك 3 اكس اوبتيكال زوم فعلي، وبتوصل لحد 120 اكس ديجيتال زوم، وفيها مثبت بصري او اي اس. والتالتة دي هي 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة اف 2.2، ودي للالترا وايد. اما السيلفي فهي 12 ميجا بكسل في السامسونج اي 56 و32 ميجا بكسل في الريلمي 14 برو بلس، والاثنين بيقدروا يصوروا 4K على 30 فريم في الثانية. في المقارنة الفعلية للكاميرات بقى، خدت بالي من شوية حاجات كده. اولهم ان لو خبيت لك الصورة اللي بتطلع من الاي 56، انت على طول هتستريح للصورة اللي بتطلع من الريلمي 14 برو بلس. الوانها زاهية وفاقعة وتحس ان فيها حيوية كده، بس ده على حساب ان الالوان اللي في الصورة دي مش طبيعية. السامسونج اي 56 بيديك الالوان الطبيعية للصورة. الحاجات التانية بقى اللي لاحظتها ان الاي 56 افضل من حيث معالجة الدايناميك رينج والوايت بالانس والكالر شيفتنج اللي بيحصل كتير في الريلمي 14 برو بلس. السنسور اللي في الريلمي 14 برو بلس بيديك تفاصيل اكتر، ولو هي كصورة الواحدة فانا ما عنديش اي مشكلة معاها، انا قلت لك انت هتختارها عادي. انما بالمقارنه مع الاي 56 فالاي 56 هو اللي بيديك اللوك الطبيعي للصوره دي. كده كانت الوان الصوره الحقيقيه. كمان معالجه الهايلايتس والمناطق اللاسعه في الصوره بتكون افضل في الاي 56. والاتش دي ار اللي موجود في الخلفيه او الوان السماء سواء كان في الكاميرا السيلفي او العدسه الاساسيه برضه بيكون مظبوط في الاي 56. وده بيترجم لحاجه تانية كمان، كل المشاكل اللي في الريلمي 14 برو بلس بتظهر لما بنصور تصوير ليلي. هتلاقي على طول ان الاي 56 متفوق في النقط دي. ولكن هل ده معناه ان تصوير الريلمي 14 برو بلس وحش؟ لا بالعكس تماما. حتى هتاخد بالك ان السنسور اللي في ال 14 برو بلس بيديك تفاصيل اكتر من الاي 56. فانا اقدر اقول ان في الريلمي 14 برو بلس هو متفوق كهاردوير كاميرات، انما اللي بيديك احسن معالجه هو الاي 56 كسوفت وير. ولكن هل الكلام ده بقى ينطبق برضه على العدسه التليفوتو؟ لان شبه ما احنا عارفين الاي 56 بيصور بورتريهات ديجيتال من السنسور نفسه، حتى كمان ال 2 اكس بتكون كروب من السنسور ال 50 ميجا بكسل. ال 14 برو بلس فيه عدسه مخصصه للبورتريهات تيليفوتو، وبتديك نتائج جامده جدا من حيث الوان. انا ممكن اختار الالوان اللي موجوده في الاي 56، بس من فرق سنسور تيليفوتو لعدسه اساسيه في الريلمي 14 برو بلس، لا فالسنسور التيليفوتو ده متفوق برضه. وكمان طريقه العزل اللي بتطلع منه والقط، حتى التفاصيل
التفاصيل نفسها. وبمناسبة التفاصيل، انت لو بتسأل نفسك عن الزوم في الصورة فدي بتوصل لحد 120 اكس زوم، حتى لما بنصور قصاد الاتنين اللي اخر السامسونج 10 اكس زوم بس، ففرق ال 10 اكس زوم هنا وفرق ال 10 اكس زوم هنا حاجة تانية خالص خالص. ولو بتسأل عن تصوير القمر فدي النتيجة. انا مش حاسس ان النتيجة دي حقيقية اوي، ممكن تبقى فيك شبه ما كانت بتعمل اجهزة سامسونج وكده. اكتب لي انت في الكومنتات، هل انت حاسس ان النتيجة دي حقيقية؟ ده صورة القمر فعلا ولا ريلمي بتعدل عليها بالاي اي؟ اما كتصوير فيديو بقى فخليني اقول لك هنا نقطة. لو انت بتفكر تجيب جهاز عشان صناعة المحتوى، اختار السامسونج A56. في تصوير الفيديوهات هو بيعرف يسيطر على الضوء اكتر من غير تدخل منك انت ووضع البرو مود والحاجات دي، لا هو بيعرف من نفسه يسيطر على الاضاءة. اما لو انت شخص بتحب تصوير البورتريهات كتير قوي وعارف انك هتجيب جهاز هتصور ببورتريهات كتير، اختار الريلمي 14 برو بلس وانت مستريح. دي كده خلاصة الكاميرات. انما كمجمل كاميرات فالسامسونج A56 هو اللي يكسب فيها. الريلمي 14 برو بلس متفوق في حتة البورتريهات بس، دي اللي انا شايفه منها. عايز برضو اعرف رايك في الكومنتات. دلوقتي بقى تعال نشوف تجربه الشبكات والواي فاي. والصراحه انا متفاجئ من اداء الاي 56 فيها، لانه طلع متفوق عن الريلمي 14 برو بلس، واتعادت تيست كذا مره وكان التفوق ليه برضو. طيب تعالى دلوقتي اما نتكلم عن الاسعار، وحابب انبهك ان دي الاسعار اللي موجوده في الاستورات الاونلاين، انت هتلاقيها مختلفه كتير عن الاسعار اللي موجوده في المحلات، بس ممكن تبقى اخد نظره تقريبيه كده. في السعوديه النسخه ال 256 جيجا مع 12 جيجا رام من الريلمي 14 برو بلس عامله تقريبا حوالي 1550 ريال سعودي. ال 256 جيجا بس مع 8 جيجا رام من السامسونج اي 55 عامله 1370 ريال سعودي، وده اقل سعر لقيته على نون. في الامارات النسخه ال 256 جيجا مع 12 جيجا رام على نون واقل سعر لقيته برضه كان 1250 درهم، والنسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام من الاي 56 اقل سعر لقيته برضه كان حوالي 1210 درهم. اما في مصر الاستورات الاونلاين مش موجود عليها الريلمي 14 برو بلس، وما انصحكش انك تشتريه اونلاين اصلا لان هتلاقي سعره مبالغ فيه، بس لقيته على موقع كده النسخه ال 256 جيجا عامله تقريبا حوالي 26000 جنيه ونص، ومن المتوقع لو لقيت النسخه ال 128 جيجا هتلاقيها بحركه ال 25000 جنيه. على امازون بقى كان الاي 56 النسخه ال 256 مع 8 جيجا رام تقريبا حوالي 23000 جنيه ونص، ولقيت سعرها على نون اقل حوالي حركه 500 جنيه كده، كان حوالي 23000 جنيه و900. بس لو خدنا في الحسبان انك هتشتري شاحن سامسونج اصلي اللي هو ال 45 واط اللي الشركه دعماه، مش هتلاقيه اقل من 1000 ونص برضه، يعني ممكن تلاقيه ب 1800 2000 جنيه، فباضافه سعر الشاحن للجهازين هتلاقي ان السعر متقارب. طيب في النهايه انت هتختار ايه؟ انا مش عايز اختار لك، انا حابب ان انا اشوف انت هتختار ايه، هتختار السامسونج ولا الريلمي؟ اللي انا شفته من المقارنه دي ان الاي 56 جهاز اعتمادي اكتر من حيث بقى سنين التحديثات والسوفت وير والاداء، وبرضه الكاميرات كان هو متفوق في السنسور الاساسي مع التفوق للسنسور في التليفوتو للريلمي 14 برو بلس. طب لو انت بقى عايز شاشه كيرف امكانياتها اكتر، ساعات بطاريه اكتر، وكمان سرعه شحن اعلى وحمايه ضد الميه اكتر، فخد الريلمي 14 برو بلس. انا برضو حابب اعرف رايك في الكومنتات، عايز اعرف انتوا تيم سامسونج ولا تيم ريلمي، فهستنى اشوف ارائكم، وهستنى برضو انكم تكتبوا لي انتوا عايزين المقارنه الجايه عن ايه. وبما ان انا طولت قوي في الفيديو ده فاتمنى انك تكون برضو عامل لايك كده، لايك جميل. فيلا انا كده خلصت، ما تنسانيش من الشير واللايك وسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.